ليه ما بنحسش بروح رمضان إلا لما بنسمع صوت الشيخ محمد رفعت أو النقشبندي؟ وليه الحنجرة المصرية بالذات هي اللي خلت القرآن والإنشاد رنة بتهز العالم كله؟ الحكاية مش مجرد صوت حلو، ده جين في حنجرة المصريين اتدربوا عليها من آلاف السنين. جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة كتب فصل كامل عن خصائص أهل مصر، وقال بالنص: لقد خص أهل مصر بطيبة النغم وحلاوة الصوت، فتركوا الرائهم أرق الناس قلوبا عند التلاوة. السيوطي كمان بيوثق إن الروح المصرية هي اللي صبغت الإنشاد والترتيب بصبغة الخشوع اللي ما بتخلص. نفس المفهوم بنلاقيه عند هانز هيكمان في كتابه اللي أثبت فيه إن المصري القديم كان بيستخدم الترتيل الصوتي في المعابد، وكانوا بيعتبروا ده أداة للشفاء والارتقاء بالروح. وفي مناظر بنلاقي المنشدين بيحطوا إيديهم ورا ودانهم زي المنشدين كده النهارده ساعة ما بيقولوا تواشيح أو بيقروا القرآن علشان يظبطوا رنين الصوت، من أنشودة إزيس اللي كانت بتهز جدران المعابد لصوت النقشبندي وهو بيناجي ربه في ليالي رمضان. الحنجرة المصرية هي آلة موسيقية ربانية بتعرف توصل الروح لبارئها. قولولنا إيه أكتر صوت شيخ بتحب تسمعه في رمضان وبياخدك لعالم تاني؟ واستنونا في حكاية جديدة من أصلها إيه مع بتوع الآثار.